في مكة التقى الأمير فيصل بن عبد العزيز أمير مكة الذي دعاه لمقابلة الملك عبد العزيز، فأعجب به الملك وعينه مستشارا له، وكلفه ببعض المهام وسمح له بالتنقل في وسط الجزيرة العربية قبل أن يتم توحيدها على يد الملك عبد العزيز. فتجول محمد أسد بين قبائل نجد وكان مغرما بحياتهم، واندمج بطريقتهم للعيش، فلبس لباسهم وتحدث بلهجتهم. أنا سمعت يعني ولا يوم تسمع يعني كلامه تقول طال عمرك هذا من نجد، من أهل نجد، ما تقول طال عمرك إنه يعني من خارج المملكة. هيك يقولون طال عمرك إنه غديه جاي من النمسا هلو. ثم عاد إلى المدينة المنورة ومكث فيها، ورافق بعض قبائل البدو المنتشرين حول المدينة مثل قبائل جهينة وحرب وعتيبة وبلي، وكان سعيدا جدا